في عالم كرة القدم بزاف ديال اللعابه كيتولدوا في اوروبا وكيبدا المشوار ديالهم تما، لكن اختيار تمثيل المنتخبات ديالهم الاصليه في افريقيا كيكون قرار مصيري وصعب جدا. بحال حكيم زياش اللي مثل منتخب هولندا للشباب، لكن فاش بدل المنتخب المغربي لقى صعوبات كثيره لا من طرف الجماهير ولا من طرف الجامعه الهولنديه. وما ننساوش اشرف حكيمي ومنير الحدادي وزيد اللعابه الاخرين اللي كانوا مثلوا المنتخبات الاوروبيه ورجعوا مثلوا المنتخب المغربي. لكن ملي كتشوف ابراهيم دياز كتشوف واحد اللاعب اللي كيقدم كل ما عنده باش يمثل المنتخب الوطني. ولحد الان في المرحله الاولى ديال كاس افريقيا المقامه في المغرب قدر يماركي 3 ديال الاهداف في المقابلات بثلاثه، وملي كتفرج فيه في الماتش في اي ماتش الا هو كيقدم الاضافه الكبيره وكيحاول يعطي ما في جهده لا هجوميا ولا دفاعيا. واكثر حاجه عجبتني في ابراهيم دياز هي التواضع ديالو الكبير لا مع الجماهير المغربيه ولا حتى اللاعبين اللي معاه. كنتمنى انه يواصل بنفس الطريقه ويكون احد نجوم كاس افريقيا. تهلاو.